بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. نستأنف إن شاء الله تعالى ما توقفنا عنده في تفسير سورة البقرة، وهي عند قول الله عز وجل في كتابه الكريم في سورة البقرة: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. افتتحت السورة بأول 4 آيات في صفات المتقين، ثم بعدها آيتين في أوصاف الكفار، ثم بعد ذلك 13 آية في صفات المنافقين، وهذا لأن خطرهم شديد. وإذا نظرنا إلى الآيات أو إذا نظرنا إلى سورة البقرة تجد سورة البقرة هي سورة مدنية، والمنافقين كانوا موجودين في المدينة ولم يكونوا موجودين في مكة، ولذلك لا تجد أي سورة متعلقة بالمنافقين في السور المكية. وقد قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، وله أتباع وكانوا كثر، منهم من يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم متمرسين لم يكن يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق. مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فقد كان النفاق متفشيا في المدينة، والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق أصغر وهو نفاق عمل، ونفاق أكبر وهو نفاق اعتقاد. نفاق اعتقاد قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. ونفاق هؤلاء أنهم يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام. نفاق العمل مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: آية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي الحديث 4 من كن فيه كان منافقا خالصا: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وتجدون من شر الناس ذا الوجهين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه. وهناك كتب مؤلفة في هذا الباب. ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عهد له النبي عليه الصلاة والسلام أسماء المنافقين الذين يعلمهم، وهو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، الذي يقال له صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذين كان يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم لحذيفة بن اليمان. وهنا سؤال: لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام المنافقين الذين كان يعلمهم ولم يقتلهم؟ قال بعض أهل العلم: كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. هذا قول من أقوال أهل العلم. والقول الثاني: لأن الأحكام تجري على الظاهر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الأمة أن الأحكام تجري على الظاهر. وأجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي بعلمه، بل يقضي بالقرائن التي أمامه. ثالث شيء، وهذا رجاء تأليف قلوبهم. الرابع: رجاء دفع شرهم بإذن الله عز وجل، كي لا يتحدث الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام يقتل أصحابه وتحدث الفتن بين المسلمين. قال الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هذه الآيات في أهل النفاق.
ومن الناس يعني من أهل النفاق من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر حقيقتهم ما هم بمؤمنين، يظهرون خلاف ما يبطنون. وفي الآية رد على طائفة ضالة وهي عكس الخوارج، وهي التي تقول إن كلمة لا إله إلا الله تكفي بلا عمل، ويستدلون بقول الله عز وجل فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. فقالوا الله عز وجل لم يقل فأثابهم الله بما عملوا، إنما قال فأثابهم الله بما قالوا. ويستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ففي تلك الآية رد على مثل هؤلاء. ومثلها قول الله عز وجل وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ومع ذلك لم يحكم لهم بالإيمان. وللرد على هؤلاء توجد مئات من الآيات والردود كثيرة ولله الحمد. فعندنا الخوارج في جهة، وهؤلاء المعتزلة في جهة أخرى. ثم قال الله عز وجل في شأن أهل النفاق يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هم يتوهمون أنهم يخادعون الله، والخداع هو الإخفاء، والخداع هو الإفساد أيضا. والمعنى أنهم يظنون أنهم يخفون أمرهم على الله عز وجل ويخفون أمرهم على المؤمنين، ولكنهم في الحقيقة لغبائهم يخدعون أنفسهم ويظنون أن أمرهم يخفى على الله عز وجل. وقد قال الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ومن أحسن ما قيل في الآية الكريمة قول الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قال أهل العلم يعاملون بجنس ما فعلوا، فيأتون يوم القيامة يريدون أن يمروا من على الصراط، فيأتون ليمروا من على الصراط فيضاء لهم نور، ثم يأتون وبينما هم يسيرون المؤمنون ينطلقون يمرون من على الصراط، وأما أهل النفاق فينطفئ نورهم. فينادون على أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا نرى بنوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ارجعوا للخلف ابحثوا عن نوركم. قال تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. من ناحية المنافقين هذه الجهة الباطن، من ناحية المنافقين العذاب، ومن ناحية أهل الإيمان ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب. وهذه من أعظم ما قيل في المنافقين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك في قلوبهم مرض، مرض الكفر، مرض الشك أصالة، وأمراض أخر كمرض الحقد والغل والحسد. فجدير بكل امرئ يرى حسدا لإخوانه أو غلا أو كراهية لأهل الإيمان أو أي شيء من هذا القبيل، جدير به أن يكثر الاستغفار ويرجع إلى ربه ويتقي الله عز وجل ويسأل الله عز وجل أن يصرف عنه تلك الأمراض.
قال الله سبحانه وتعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. قال العلماء: أخذ من هذا أن الجزاء من جنس العمل. قال الله سبحانه وتعالى: ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. قال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، وغيره كثير. الجزاء من جنس العمل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أي لهم عذاب أليم موجع بسبب كذبهم. ثم قال سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. وهذه من صور الإفساد في الأرض موالاة أهل الكفر، فهم يوالون أهل الكفر على أهل الإيمان. ومن صور الإفساد أنهم يرجفون في المدينة، يخوفون المسلمين. يكون مثلا أهل الإسلام آمنين، يأتي المنافقين يقولون لهم: المشركون سيفعلون بكم كذا وكذا وكذا، ويبدأون يخوفونهم. فخطر أهل النفاق أكبر من خطر الكفار. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون حق الإفساد ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. الناس هنا هم المؤمنون. وصفوا أهل الإيمان بالسفاهة فقالوا: أنؤمن كما آمن السفهاء. هم يتكلمون يقولون يعني أنؤمن كما آمن السفهاء. هم يقصدون هنا السفهاء أهل الإيمان، لأنهم يرون أن أهل الإيمان يقولون سمعا وطاعة، فيرون أن هذه سفاهة. عندما تنزل الآية من القرآن يأتي أهل الإيمان يقولون سمعا وطاعة ولا يجادلون، فهم يرون أن هذه سفاهة. وهذا حال كثيرين في العالم الآن ممن ينتسبون إلى الإسلام وهم أبعد الناس عن الإسلام. تجدهم عندما تقول لهم قال الله وقال رسول الله، تجدهم أبعد الناس عن قال الله وقال رسول الله، يجادلون في آيات الله عز وجل. فهم يصفون أهل الإيمان بالسفاهة، والسفه هو ضعف العقل. ووردت كلمة السفهاء في اليهود أيضا، قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس، ويقصد بهم اليهود. وأطلق على المنافقين سفهاء، وأطلق على الأطفال سفهاء، وهكذا. قد يكون الرجل سفيها وقد تكون المرأة سفيهة. قال الله عز وجل: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالسفيه يطلق على الجاهل أيضا. قال الله عز وجل: قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم، أي جهلا. فكلمة السفهاء على حسب وجودها في الآية يقول ما معناها. فإما أن تأتي بمعنى الجهل، وإما أن تأتي بمعنى ضعيف العقل، وإما أن تكون بمعنى اليهود أو تكون وصفا لليهود، وإما على المنافقين، وهكذا. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، يعني ألا إنهم هم السفهاء وحق السفاهة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين، تذهب إلى هؤلاء مرة وإلى هؤلاء مرة لا يقبلها أحد. ثم قال الله عز وجل: الله يستهزئ بهم. فالله عز وجل يستهزئ بأقوام على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى.
ويمدهم في طغيانهم يستمرون في الغي حتى يزداد عليهم العذاب وهم لا يشعرون. يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال بعض أهل العلم: العمه في القلب والعمى في العين والنظر. العمه بالهاء إنما يكون في القلب، والعمى إنما يكون في العين والنظر. وقيل يعمهون أي يتحيرون ويترددون. والطغيان أيها الكرام هو تجاوز الحد في التكبر والتجبر والغنى كي يزداد عذابهم، فيزدادون في التجاوز للحد ويزداد عذابهم. قال الله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، باعوا الهدى وأخذوا مكانه الضلالة، رفضوا الإيمان وأخذوا مكانه الكفر، فما ربحت تجارتهم، رجعوا خائبين خاسرين، فما ربحوا في هذه التجارة وما كانوا مهتدين. ثم قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل ضرب على أهل النفاق، بل مثلان كما ذكر العلماء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فيه جواز ضرب مثل الجماعة بالواحد، والعكس كذلك، مثل قول الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقد قال جماعة من أهل العلم أن المثل ها هنا عادي، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، لأن الذي يشعل النار واحد فقط، ولا يعتبر وجود خلاف في هذا. فلا يقول أن واحد مثلا: طيب هنا مثلهم كمثل رجل واحد استوقد نارا، قال العلم هذا يجوز، كأن تقول لمجموعة: أنتم جميعا تفعلون كأنما أنتم أو فعلتم مثل رجل فعل كذا وكذا. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا بمعنى أوقد نارا في الظلمات. ما وجه هذا المثل؟ المنافقون شبهوا برجل أوقد نارا، هذا يسمى عند العلماء المثل الناري. فلما أوقدوا النار أضاءت ما حوله، فعرف مواطن الخطر ومواطن السلامة. يعني أوقد نار وهو في ظلمة ما يرى أي شيء، مرة واحدة أوقد نار فعرف كيف يمشي، يعرف أن هنا هذا الطريق فيه خطر وهذا الطريق فيه أمان ومواطن السلامة. وبعدما انطفأ النور فجأة أصبح هذا الذي رأى مواطن السلامة ومواطن الخير متحير، يذهب في مواطن الخير ولا يذهب في مواطن الشر بعد أن ذهب النور مرة أخرى. فكذلك المنافقون لما قالوا لا إله إلا الله أضاءت لهم الطريق، فلما نقضوها أطفأت لهم الطرق، وصار ما حولهم ظلام، فأصبحوا في ريبهم وشكهم، وحالهم يترددون ما بين الإيمان والكفر. وهذا هو المثل الناري المائي. ومن اللطائف هنا أيضا أن الله عز وجل قال: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، ولم يقل الله عز وجل ذهب الله بنارهم. ما السبب؟ هنا لطيفة. قالوا: فالنار تحمل أمرين، أي نار في الدنيا تحمل شيئين: تحمل الإضاءة والإحراق. فلما أشرقوا زالت عن النار النور والإضاءة،
لما كفروا بالله عز وجل زالت عن النار، لأن كما قلنا بأن النار لها شيئين: عامل الإحراق وعامل الإضاءة، أو عامل الإضاءة والإحراق، يعني الضوء النور، وكذلك أن النار لو أشعلتها تضيء ما حولها في الظلام، وكذلك فيها نار تحرق. فإذا أنت آمنت، كأنما المثل بهذه الطريقة يعني، فإذا أنت آمنت يزال عنك عامل الإحراق ويبقى لك عامل الإشراق. لكنك عندما تكفر بالله عز وجل يزال عنك من هذه الإضاءة، أو يزال عنك عامل الإضاءة وبقي لك عامل الإحراق. ولذلك الله عز وجل قال: ذهب الله بنورهم، النور الذي في النار، وبقي لهم الإحراق الذي هو في النار. بقي لهم الإحراق الذي هو في النار. فهذا مثل ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. ثم قال الله عز وجل، أو هنا أيضا أريد أن أضيف فائدة، وهي أن الله عز وجل قال: ذهب الله بنورهم، ولم يقل الله عز وجل ذهب نورهم، إنما قال ذهب الله. الله عز وجل ذهب بنورهم. طيب ما السبب؟ قال أهل العلم أيضا المعنى تدل على أن الله ليس معهم، فالله ذهب عنهم وأذهب نورهم، فيكون هذا هو المعنى. لأن المعية معيتان: معية عامة مثل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، فهي معية علم وإحاطة. ومعية خاصة فلا يقال إن الله مع الكافرين، بل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فالله عز وجل مع الذين اتقوا، مع أهل الإيمان، مع أهل التقوى. فلما كفروا بالله عز وجل ذهبت المعية من عند هؤلاء. لما كان الله عز وجل مع هؤلاء، لما كانوا مؤمنين، فلما كفروا بالله عز وجل وزال عنهم الإشراق وبقي لهم الإحراق، ذهب الله عنهم وأذهب نورهم. لذلك الله عز وجل قال: ذهب الله بنورهم. وهذه من اللطائف العظيمة في كتاب الله عز وجل: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. والشك والريبة هي الظلمات التي لا يبصرون فيها. ثم قال سبحانه وتعالى: صم بكم عمي. الأصم الذي لا يسمع، والأبكم الذي لا يتكلم، والأعمى الذي لا يرى. وبعض أهل العلم قال هناك فرق بين الأبكم والأخرس. فالأبكم هو من لا يتكلم ولا يفهم، أما الأخرس فلا يتكلم لكنه يفهم. ثم قال الله عز وجل: صم بكم عمي، فهم صم عن سماع الحق، وإذا سمعوا الباطل بادروا إليه مسرعين، كما قال الشاعر: صم إذا سمعوا خبرا عني أو خيرا ذكرت به، وإذا ذكرت بسوء عندهم سمعوا. لما يذكر الخير عني يبدأ كلهم يستمعوا، يبدأ كلهم كأنما هم صم لا يسمعون. وإذا ذكرت بسوء عندهم سمعوا. فالأصم هو الذي لا يسمع الحق، والأبكم هو الذي لا يتكلم به ولا يقره ولا يشهد به، فهم لا يرجعون، لا يستطيعون الرجوع إلى طريق الله عز وجل.
قال سبحانه وتعالى: أو كصيب من السماء. والصيب هنا كثيرا ما يطلق على العلم النافع، هو الكتاب والسنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله عز وجل به من الهدى والعلم كمثل غيث أو كصيب من السماء، لكن هذا الصيبة صاحبه ظلمات، السحب تحجب الشمس، وفيه رعد، وفيه برق. والظلمات كما ذكر أهل العلم إنما هي آيات اشتبهت عليهم، فيضربون الآيات بعضها ببعض ولا يستفيدون ولا يريدون معرفة الحق، فيتركون المحكم ويقفون عند المتشابه. هذا حالهم. أما الرعد فهو معناه في الآية آيات الإنذار، آيات الإنذار خافوا منها جدا، فيحسبون كل آية نزلت فيهم ومع كل آية يصيبهم الرعب أن تفضحهم الآيات. وأما البرق فهي الآيات التي فيها هداية للناس، فمن المفترض أنهم يستنيرون بها ويستضيئون بها، ولكنهم عمى بصرهم عن رؤية الحق فخافوا منها. لماذا خافوا؟ خافوا أن تخطف أبصارهم، فهم يخشون من الآيات التي توضح لهم الطريق. مثلا إذا أمرهم الله عز وجل بالحج كانوا لا يرون ثوابه، إنما يقولون: ماذا أراد الله عز وجل منا بأن نذهب إلى الحج ونغرم أنفسنا المال ونتعب أنفسنا ونبيت في مزدلفة ونقف على عرفات والشمس المحرقة، وينسون أن الحج يهدم ما قبله، وينسون أنه فرض من الفرائض العظيمة التي فرضها الله عز وجل. هل هما مثلان أم مثل واحد؟ قولان للعلماء، فمن العلماء من قال أو بمعنى والمعنى كأصحاب صيب من السماء. ومن العلماء من قال إن أهل النفاق يتفاوتون في الدرجات والمراتب والضلالات، فهناك من أذاه متعدي أكثر، وهناك من درجته أقل. هناك من أذاه شديد، وهناك من درجته في الأذى أخف، وكلهم في الضلال، ولكن بعضهم احترف النفاق، كما قال الله عز وجل: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق، تمرسوها، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين، الآيات. وبعض الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أخبرها لحذيفة بن اليمان، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة ألا يخبر أحدا. ثم قال سبحانه وتعالى: والله محيط بالكافرين. من العلماء من قال معناها مفسرة بقوله عز وجل: قد أحاط الله بكل شيء علما. ومن العلماء من قال أي محيط بهم بالإهلاك، وهكذا. ومن العلماء من أمرها على ظاهرها كما هي، والكل يمكننا أن نقول به، ولا حاجة للترجيح لعدم تعذر الجمع، فلا بأس بالجمع بين كل هذا. قال سبحانه وتعالى: يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي يكاد القرآن من حسنه وجماله وهدايته ونوره الزائد أن يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا جاء بشيء يوافق أهواءهم اتبعوه، وإذا جاء بشيء يخالف أهواءهم رفضوه، وإذا أظلم عليهم قاموا. مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف
فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. قال عز وجل: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ثم تبدأ آيات أخر في هذه السورة العظيمة أمر ها هنا من الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. هل المقصود كل الناس بما فيهم الذين كفروا أم أهل الإسلام؟ بكل قال أهل العلم، من العلماء من قال بهذا ومن العلماء من قال بهذا. وكلمة الناس من العلماء من قال إنها مشتقة من النسيان، لأن الناس جبلوا على النسيان. ومنهم من قال إنما هي مشتقة من النوس، لأنها مشتقة من الونس كما يقولون. واستدل بعضهم بقصة السيدة عائشة رضي الله عنها وهي تحكي قصة أم زرع، وهي أنه قالت أناس من حلي أذني أو أذناي، يعني جعل أذني تهتز وتتحرك بالحلي. وقال بعض أهل العلم إن كل آية فيها يا أيها الناس هي مكية، وكل آية فيها يا أيها الذين آمنوا هي مدنية، وهذا الكلام غير صحيح أو عليه بعض المؤاخذات، لأن سورة البقرة مدنية وهنا الآية يا أيها الناس، وسورة النساء مدنية وفيها يا أيها الناس، فالقاعدة هذه غير صحيحة. وهنا اعبدوا ربكم، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه، اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. ومن معانيها هنا أي يا أيها الناس وحدوا ربكم والتزموا شرعه. وقد قال يحيى بن زكريا عليه السلام في الكلمات الخمس التي أمره الله عز وجل أن يبلغها لبني إسرائيل: إن الله يأمركم أن تعبدوا الله عز وجل ولا تشركوا به شيئا. ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا بخالص ماله من الذهب أو الفضة فأصبح العبد خالصا له لم يشاركه فيه أحد، ولكنه مع هذا يعمل ويعطي أجره لرجل عدو لسيده أو لغيره. فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي أقررتم أنه خلقكم. قال الله عز وجل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن العزيز العليم. وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معاذ أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. الذي خلقكم والذين من قبلكم، أي الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. ويروى أن الإمام أبا حنيفة رحمة الله تعالى عليه أراد أن يناظر ملحدا، فتعمد أبو حنيفة التأخير، فلما تعمد التأخير ظن الملاحدة أن أبا حنيفة هرب من المناظرة، فلما جاءهم قالوا له: لم تأخرت؟ قال: كنت أنتظر سفينة فجاءت شجرة وقطعت أنفسها ألواحا
أو قطعت نفسها ألواحا، وانضمت الألواح بعضها إلى بعض وسمرت وصنعت لها دفة، سمرت نفسها وصنعت لها دفة، وظل يصف طريقة كيف تصنع السفينة. قالوا له أنت مجنون. قال ولماذا؟ فاستدلوا عليه بهذا، إنه كيف يعقل أن تفعل هذا وحدها. فأثبت هو رحمة الله تعالى عليه بإجابته هذه أن الكون وأن وجود هؤلاء الأفراد في هذه الدنيا وأنهم إنما وجدوا من خلق الله سبحانه وتعالى، استدل عليهم بهذا، أي أن هذا الكون لا بد له من خالق سبحانه جل جلاله. واستدل الشافعي أيضا بورقة التوت، قال تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتشمها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها البقرة فتخرج بعرا، وهكذا. فيا عجبا كيف يعصى الإله أو كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم من هذه الآية في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل، ونكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وشكر الله لكم حسن استماعكم. نسأل الله جل جلاله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا إلى الطريق الحق وإلى الطريق المستقيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.